السلام عليكم، عاملين ايه؟ طلاب اولى ثانوي. ماده الكيمياء عارفه ان هي عامله لكم قلق، هي والفيزياء الايام دي. فاللي هو احنا خلاص مثلا عندنا امتحان بعد بكره، ولا عندنا امتحان بعد مش عارفه يوم كام، وماده الكيمياء لسه مخلصناهاش. طب عايزين مثلا ان احنا نخلصها لان هي معاها ماده برضو رخمه في نفس اليوم. كل الكلام ده، فحاسه ان هي فعلا عامله لكم ازمه. ففي الفيديو بتاع النهارده باذن الله هقول لكم ان انتوا ازاي ان انتوا تلموها كده، والخلاصه بتاعتها هنعمل فيها ايه بالظبط، واللي هو اقول لكم كده على شويه خطوات هتمشوا عليها. ومثلا الفيديو ده هتشوفوه هتلاقوا ان الماده ايه بتتلم معاكم على طول باذن الله بكل سهوله. طب انا اولا ماده الكيمياء مش مثلا ماده نظري، فلو انا احفظ فيها حاجات فخلاص، لا، الماده فيها جزء نظري فيها جزء مسائل، فانا لازم اكون فاهم الماده كلها وفاهم حتى النظري بتاعها. اسئلتها بتيجي مش صعبه ومش سهله، بس اللي هو انا لازم اكون فاهم الماده عشان ابدا ان انا ايه احل، مش مجرد ان انا حافظ شويه حاجات او حافظ القوانين فهبدا ان انا اول ما اشوف الحاجه ايه هحل. لا، لازم اكون فاهم المنهج كويس ومطبق على المنهج ايه قبل كده. طب الكلام ده انا اقدر اعمله ازاي؟ اول حاجه لازم ان انا يكون حد مساعدني، يعني مستر معايا يساعدني. فمثلا انا ما بروحش دروس، طب عايزه اعمل الكلام ده وانا عندي مثلا امتحان بعد بكره وانا خلاص بقى ما خدتش فيها ولا اي درس من اول السنه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اليوتيوب موجود عشان كده. انا محتاجه اشوف مستر يكون لمم لي الماده في فيديو مثلا، ويكون بيحل برضو عليها، وابدا ان انا احل بنفسي. يعني انا عايزه اعمل 3 خطوات دول، طب اعملهم ازاي؟ اول حاجه هنشوف فيديو يكون لمم الماده. هي اعتقد بيكون عندكم الماده الكيمياء بابين، فانا عايزه يا اما مثلا فيديو يلم الباب الاول، فيديو يلم الباب التاني، يا اما فيديو كامل يلم لي البابين ده. طب انا هلاقي الفيديو ده فين؟ بصوا، في ناس كتير على اليوتيوب عامله الموضوع ده، وعامله فيديو لمم مثلا الكيمياء في فيديو واحد، وفي ناس عامله مثلا مراجعه على الباب الاول ومراجعه على الباب التاني بقى اللي هو شرح وكده. في فيديو لقناه علمني كيمياء انا شفته، يعني اقترحته عليكم برضو لطلاب السنه اللي فاتت، وقالوا ان هو تحفه. والحاجات اللي هو قالها برضو مخرجتش عنها، يعني مخرجش عنها الامتحان لانه فيديو تفصيلي للمنهج، وفي نفس الوقت الفيديو لامم المنهج كله وفيه حل كمان. فهسيب لكم كده يعني صورة للفيديو كده هنا عشان تبحثوا عنه. ده الفيديو ده، تمام. الفيديو كان لمم المنهج كله، هو الفيديو تقريبا 7 ساعات او حاجة، ومعاهم كمان جزء حل. فانا حاسة ان الفيديو ده هيكون لطيف لو انت عاوز ان انت مثلا تقسمه على يومين، وتبدأ ان انت تشوف المنهج بيتكلم عن ايه من خلال الفيديو ده، وتبدأ ان انت بعديها تشوف الحل اللي المستر هيحله بعدين تطبق. طب انا مثلا مش عاجبني الفيديو ده، عايز فيديو تاني، ابدأ بقى انت شوف مثلا اكتب يعني مراجعة على الباب الاول او لم الباب الاول كيمياء. يا جماعه ما تنسوش الناس اللي متراكمه عليها ماده الفيزياء ما تعرفش تحل فيها، ما ذاكرتهاش من اول سنه، ما بتاخدش فيها درس من اول سنه وعايزه تلمها، ان انا عامله كورس لم ماده الفيزياء في 4 حصص. الاربع حصص دول كل حصه فيهم ما بتتعداش اصلا الساعتين، والحصه بتكون شرح وحل على الجزء ده. انتوا عندكم المنهج بابين، انا مقسمه يعني كل نص باب في حصه، ولما لكم اهم الاسئله اللي بتيجي والشرح كده الخلاصه، اللي هو مش هعرفك بحاجات كتير وخلاص. لا، في الكورس بجد ده فرصه للناس اللي يعني ما خدتش فيزياء من اول السنه، اللي ما تعرفش اي حاجه عن الفيزياء، ما تعرفش تحل فيزياء. بجد هينقذكم من الاخر، واللي هو اسئله بقى امتحانات مش مجرد اسئله ولك، واللي هو يعني هوجع دماغك بحاجات كتير. فالناس اللي عايزه تشترك، انتوا عارفين طبعا ان انا بدي فيزياء لاولى وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، فكلموا الرقم ده وقولوا ان احنا عايزين نشترك في كورس الفيزياء، والسعر بجد حلو جدا. وهيقول لكم على كل التفاصيل وتشتركوا ازاي وكل حاجه. وهسيب لكم برضو لينك الرقم في اول كومنت وثبت. المميز اكتر بقى في الكورس بتاعنا مش مجرد ان احنا بنديك الكورس وخلاص، لا، احنا بكون معاك لغايه ليله الامتحان. لو واقف معاك اي سؤال الجزئيه دي لا لسه مش فاهمها، بنفضل كده معاك لغايه ما تفهمها. فانت وقتها بتبعت لي على الواتساب وانا برد عليك على طول ان مثلا لا الجزئيه دي كذا، بصور لك فيديو للسؤال وهو بيتحل ازاي. فاحنا معاك لغايه ليله الامتحان، لغايه ما تدخل كده اللجنه وتخرج تقول لنا ان انت تمام وباذن الله وحليت والدنيا معاك كويسه. فاحنا بنفضل معاك لغايه ما تقفل ماده الفيزياء باذن الله. فالناس اللي عايزه تشترك زي ما قلت لكم الرقم اهو اللي هتبعتوه على الواتساب، قولوا ان احنا عايزين نعرف تفاصيل الكورس ونشترك ازاي، وزي ما قلت لكم بسعر باذن الله بسيط جدا وهيعجبكم. طب مثلا الفيديو بقى اللي انا قلت عليه مش مناسب معاك، عاوز حاجه تاني، هتبدا مثلا ان انت بقى تشوف حاجه يعني تاخد بقى منها جزء الشرح. طب الحاجه اللي انا هاخد منها جزء الشرح ده يكون عباره عن ايه؟ مراجعه مثلا على الباب الاول يكون لمن فيها الشرح بتاع الباب الاول، ومراجعه على الباب التاني يكون لمن فيها الشرح بتاع الباب التاني. تمام، خلصنا جزء الشرح وخلصنا منه. طب انت كده ناقصك الجزء بتاع الحل. هتشوف لو المراجعه اللي انت اتفرجت عليها دي كان فيها شرح وحل، تمام. ما فيهاش شرح وحل يبقى لا، يبقى ابدا اشوف مثلا فيديو حل بقى ايه على الباب الاول،
وبرده حل على الباب التاني. فعشان كده انا حاسه ان الفيديو اللي انا بقولك عليه ده ان هو لا شامل متكامل، الجزء كله ايه على بعضه، الباب الاول والتاني، وكمان حاطط ايه يعني اجزاء كمان ايه تتحل. بس انا طبعا الحل مش هيقف عند اللي انا بشوف المستر بيحله وخلاص، لا انا عايزه ابدا بقى ان انا احل بنفسي. كتاب الامتحان زي ما قلت لكم قبل كده في ظهر كل ماده بيكون كده في النهايه في امتحانات على الماده كلها، هبدا ان انا اشوفها، ابدا ان انا احلها بنفسي. ممكن ان انت تنزل الكتاب بي دي اف لو انت مش معاك الكتاب. طب انا مش ما لقيتهوش بي دي اف، ابدا افتح على اليوتيوب مثلا حل اختبار واحد منهج الكيمياء كتاب الامتحان، هتلاقي ان هو بيظهر لك الاختبار قصادك مستر كده مصوره، ويبدا ان هو يحل سؤال سؤال. فانت وقف الفيديو قبل ما هو يحل وشوف السؤال، وابدا ان انت طبق بنفسك الاول حل، وبعدها شغل الفيديو شوف اللي انت حليته تمام ولا مش تمام، وبعدها ادخل على السؤال اللي بعده واعمل نفس الكلام لغايه ما تخلص الاختبار الاول. هما بيكونوا حوالي 10 11 12 يعني مش عارفه عددهم كام بالظبط في الكيمياء. انت ممكن ان انت تحل منهم 5 كاملين على المنهج كله، هتلاقي ان الاختبارات دي كويسه جدا. فزي ما قلت لكم احنا كل اللي محتاجينه ان احنا نشوف فيديو يكون شرح، وبعديها نبدا ان احنا نشوف حد بيحل، وبعد ما نشوف حد بيحل نبدا ان احنا نحل بنفسنا. ودي يعني الخطوات دول يعني ما ينفعش ان احنا ننقص حاجه منهم، يعني جزء الحل بنفسنا ده مهم، مش حاجه اللي هو كده لا انا لو عندي وقت اعملها ما عنديش وقت مش هعملها، لا الحل مهم لان انت في الامتحان انت هتحل، مش مجرد ان انت اتفرجت على شرح فخلاص بقيت فاهم، لا انا لازم احل بايديا قبل الامتحان عشان لما ادخل انا يعني هجيلي حاجات شبه كده فاهميني. فلازم ان انا اعمل خطوه ان انا احل بنفسي دي. تمام. شفت الفيديو قسمته على يومين او ايا كان عملت قسمته على يعني على حسب بقى الوقت عندك ايه دنيته. بعديها بدات ان انت شفت مستر مثلا بيحل بيراجع على الباب الاول كده مراجعه حل، وعلى الباب التاني مراجعه حل، وبدات ان انت تحل الاختبارات بتاع كتاب الامتحان، حليت منها 5 حليت منها 6 حليت منها 4. المهم ان انت على قد ما تقدر يعني ايه ما تقلش عن 5 وما تزيدش برضو عن ايه يعني على حسب ما تقدر، بس يعني ناخد كميه مناسبه عشان ايه اكون لميت اكبر قدر من الاسئله، كاني لميت ايه المنهج في صوره اسئله. طب ليه انا بالذات بقول لكم على اسئله كتاب الامتحان؟ زي ما قلت لكم الاسئله بتاعتها على نفس النظام الامتحان، الاسئله بتاعتها قريبه جدا من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، وممكن ياخدوا منها يعني بعض المدرسين لما بييجوا يحطوا الامتحانات الاسئله بتاعتها موجوده معانا كلنا، ان يا اما كتاب الامتحان معانا يا اما مثلا هنقدر نجيبه بي دي اف يا اما هنلاقيه موجود على اليوتيوب، والاجابات بتاعتها متوفره بقى، سواء الاجابات النموذجيه اللي هي بتكون في ظهر الكتاب يا اما اجابات مثلا شرح حد عاملها على اليوتيوب فيديو بيحل فيه الاختبار ده. فعشان كده انا بحبهم عشان كده. لو انت معاك مثلا مستر مديك مثلا ملزمه اختبارات او كتاب فيه اختبارات او مراجعه فيها اسئله ومعاك اجابتها مفيش مشكله، يعني اي حاجه، بس المهم ان انا ايه انا بقترح لك ده ليه عشان يبقى مناسب لجميع الفئات اللي بتتفرج عليا، سواء انت كنت بقى بتاخد مع مستر ما بتاخدش فاهمني، بس انا بقترح حاجه تنفع مع الكل فاهمني. بس انت لو عندك البديل اوكي مفيش مشاكل. تمام. فاحنا كده زي ما قلت لكم هنتفرج على الفيديو، هنبدا ان احنا نشوف الاسئله مستر بيراجع مثلا اسئله ونبدا ان احنا نطبق بنفسنا. انت كده بجد هتدخل هتقفل الماده باذن الله، مش محتاجه اكتر من كده. ليله الامتحان انت مجرد ان انت مثلا هتشوف فيديو مراجعه ليله الامتحان اللي بيكون فيه فيديوهات كتير، يا اما مثلا بتروح مراجعه مع المستر وبتيجي مثلا مستر اداك ملزمه فيها كام سؤال تبدا ان انت تطبق عليهم بنفسك، يا اما مثلا لو انت قاعد في البيت هتحل مثلا اختبارين ولا حاجه، يا اما هتشوف فيديو مراجعه ليله الامتحان وتحل معاه. مش محتاجه اكتر من كده بجد حقيقي، في الكيمياء انت مش محتاجه اكتر من كده. فانا هسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك بتاع الفيديو، او هسيب لكم سكرين شوت كده باسم الفيديو وانتوا تشوفوه. والناس عايزاها كده تبدا تقول لي ان احنا قد التحدي وهنبدا ان احنا نذاكر الكيمياء على طول ونلمها، حتى لو هي ماده مش مستلطفينها. احنا الماده مش مستلطف يعني حاسينها رخمه عشان احنا رقمناها فحسينا ان الماده ايه مش لطيفه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. قولوا لي ايه برضو المواد اللي صعبه معاكم وحاسين ان هي مواد رخمه ونعمل لها فيديو زي ده. وطبعا ما تنسوش الكورس بتاعي بتاع الفيزياء، ان انتوا لو عايزين تستفسروا على اي حاجه ولو عايزين تاخدوا الكورس معايا تكلموا الرقم ده واقول لكم على كل التفاصيل. يلا بقى اشوفكم فيديو جديد.